مهم لكل جزائري. مع تطور وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر عبر بطاقات البنوك وطرق متعددة، ونأخذ بالأهم بطاقات الدفع البريدية أو كما تسمى في الجزائر بالبطاقة الذهبية. فالعديد من الجزائريين تم الاحتيال عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الفيديو يا إخوان سنوضح إليكم أهم الطرق المستخدمة في أخذ معلومات بياناتكم للبطاقة الذهبية وكيف تحمون أنفسكم من سرقتها. أولا يا إخوان، تنتشر العديد من صفحات وبالأحرى مواقع مزيفة لبريد الجزائر، وهذه الروابط يا إخوان مختلفة عن الرابط الحقيقي. فالرابط الحقيقي يا إخوان هو www.post.dz، لكن الروابط الوهمية والمواقع المزيفة لها روابط مختلفة، وعندما تدخل إلى هذه الروابط تطلب منك وضع رقم بطاقتك الذهبية وتاريخ انتهاء الصلاحية وأيضا الكود الخاص بك. وعندما تقوم بوضع بياناتك للبطاقة الذهبية يتم سحب الأموال دون علمك، وهذا ما حدث للكثير. فعليكم يا إخوان التفرقة بين رابط بريد الجزائر الحقيقي والروابط المخادعة. ثاني شيء يا إخوان هو انتشار روابط مسابقات التوظيف لسوناتراك وصنع الغاز إلى آخره، وعندما تدخل إلى هذه الاستمارات تطلب منك تأكيد بطاقتك الذهبية، وهذا شيء خاطئ. فمسابقات التوظيف يا إخوان تصدر عبر منشور رسمي تابع للوزارة وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعليكم الحذر من مسابقات التوظيف فأغلبها تقوم بسرقة بياناتك فقط. ثالث شيء يا إخوان، قد تأتيك رسائل نصية أو إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي تخبرك بأنه تم اختيارك للحصول على هدية معينة ومكافأة مالية من طرف بريد الجزائر، وعندما تأتيك هذه الرسائل النصية تأكد فقط أن همهم الوحيد هو أخذ بياناتك والاستحواذ على أموالك. تنتشر العديد من منصات المزيفة عبر الإنترنت وبالأخص عبر فيسبوك وإنستغرام وغيرها من المواقع المخادعة، وهؤلاء المحتالين يتفننون بإنشاء هذه المواقع المزيفة، فيجب ألا تكون مغفلا وتبتلع هذا الطعم. وعندما تريد الدخول إلى حسابك البريدي قم بالدخول فقط عبر الموقع الأصلي لبريد الجزائر، أما المواقع الأخرى فهي مجرد مواقع نصب واحتيال. وكذلك يا إخوان احترسوا من الرسائل النصية التي تأتيكم عبر الهواتف، فأغلبها فيها روابط لاختراق هاتفك والحصول على بطاقتك الذهبية أو حسابك البنكي، أو من أجل الاتصال الصوتي بك، وتظاهرون بأنهم عملاء في مصلحة بريد الجزائر ويطلبون منك مباشرة معلومات بطاقتك الذهبية. فلا تقعوا في هذا الفخ يا إخوان. تحياتي إليكم.